هاي، انا ساره. انا اول شوفوني انا بعمل فيديو ازاي نطور من نفسنا زي اللي احنا بنصور لنا. فيديو النهارده هو اطلع بره سجنك ونفسك اللي انت حاطط نفسك في زون معينه، حاسه ان الحياه كلها هي بس. جماعه، احنا ليه اصلا بنحط الاول في الحته دي او ليه بنبقى موجودين هنا؟ دي اول حاجه. طب وايه حلولها؟ جايبه لكم الحل، متقلقوش. اول حاجه، كل شخص حاطط في نفسه في حته بجد سودة مش عايز يطلع منها. طب هتطلع منها امتى؟ حياتك هتعدي منها كام سنه كده انت حضرتك قاعد في حته زون معين مش عايز تطلع منها. طيب انت ليه اصلا بتعمل كده الاول؟ اولا انت بتبقى مركز قوي على العيوب، مركز قوي على العيوب اللي في حياتك والحاجات الوحشه، واللي انت دايما شايف ناس بتنجح بسرعه وناس احسن منك وانت مش عارف توصل اي حاجه، فتحط نفسك بقى في حته اللي هو ايه، لا انا وحش، انا حياتي وحشه وانا وحش والدنيا كلها بايظه معايا. دي اول حاجه. تاني حاجه، ان انت شخص عايش في الماضي، عايش في حاجات انت خلصت، حاسس ان الناس كلها هي اللي جايه عليك والناس كلها هي اللي فعلا جت عليك. طب الناس كلها جت عليك، هتفضل بقى انت قاعد؟ طب ما الناس تيجي عليك تاني. طب ايه؟ مش هنوصل لحاجه. فانت هتفضل قاعد في حته معينه، هتفضل فيها سوداويه. كل ما تزيد كل ما يزيد تعبك، كل ما تزيد تعبك، كل ما تدور على اغاني صعبه تسمعها وسوداويه وحزينه وتقعد تعيط بقى وتبهدل لنا الدنيا. طيب ايه تاني؟ ان انا ممكن اكون مش مركز على الحاجات الحلوه في حياتي ومركز قوي 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 صاحبي عمل ايه في حياته، الناس اللي حواليا عملت ايه في حياتها، ده نجح ازاي، ده شاطر في شغله، ده عمال يعلى وانا واقف مكاني والدنيا كلها بايظه من الاخر بقى. طيب هتفضل لغايه امتى بقى في السجن ده؟ هتفضل لغايه امتى مش حاسس ان الدنيا اوسع بكتير ما تتخيل، وان انت حياتك مش هتقف على اللي انت سبته او الشخص اللي سبته، ولا الحياه ولا العلاقات ولا الشغل ولا مكان انت كنت بتحبه وسبته مش هينفع تروحه تاني؟ هتفضل لغايه امتى بقى مقتنع ان الحياه مش هتقف على حاجه صغيره؟ طيب انا عندي كل الحاجات دي، الحل ايه يا ساره؟ عندنا النهارده يعني كام بوينت حلوين كده يعني تمام. اول حاجه، انت لازم تحط خطه ان انت تخرج من اللي انت حاطه في نفسك ده، ومن الموضوع اللي انت معايش نفسك فيه، حتى لو اخد وقته كفايه. ما خدش وقته كفايه لازم تطلع من الحوار ده، عشان انت طول ما انت فيه كل ما بتتغرس اكتر للسواد والعمق لنفسك ومش عارف تخرج بره دايره كده هتفضل يعني فيها. فاول حاجه انت لازم تحط خطه ان انت هتخرج، ان انت هتطلع بره الحياه، هتشتغل، هتنجح، هتعمل، ودي خطتك بتيجي على حسب ظروفك وحياتك وبيئتك. حلو، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى وهي انك ما تقعدش تلوم للظروف، ما تقعدش تلوم للبيئه، ما تقعدش تلوم لاهلك، ما تقعدش تلوم اصحابك. انما هي دي الحياه وهي ده اللي انت طلعت عليه. اه صاحبك يا حبيبي طلع في مكان عايش في قصر وانت عايش في بيتكو في بيئه معينه مش عاجباك، هو دي الحياه. هتسعى وتبقى حابب تعيش في نفس القصر ده جنبه، ولا تفضل قاعد في مكانك؟ دي هترجع لك انت. فدي من ضمن الحاجات السوداويه اللي احنا بنقعد نقول طب خليني بقى في الحته الزون معينه دي عشان انا حاسس ان البيئه هي اللي جت عليا او اهلي هم اللي جم عليا. خلاص هما جم عليك، قوم انت بقى، يعني قوم انت بقى، فاهمين؟ طيب تالت حاجه وهي ان انا اكتشف الموهبه اللي عندي. مفيش حد يا جماعه ما عندوش موهبه هو مش عارف يوصل لها، وهو لو لمعها كده وشال التراب اللي عليها ممكن تضرب معاه في حته تانية خالص. فنشوف موهبه كده ندور عليها جوانا، ومحدش يقول لي ما عنديش مواهب وانا شخص ومش شخص. مفيش حد ما عندوش حاجه، بس احنا مش بندور بس. احنا اللي عايزين الحاجه تيجي على الجاهز. انا قاعده دلوقتي فهتجيلي دلوقتي الحاجه اللي انا عايزاها. يا ريت يعني، يا ريت والله يا جماعه، يعني كانش حد تعب. يلا، اول حاجه بص على الايجابي اللي في حياتك. انت عندك حاجات كويسه كتير انت بس مش عارف توصل لها، او هي موجوده بس انت مش عايز تبص لها. دي اول حاجه. طيب اول حاجه ان انا عندي حاجه ايجابيه انا مش عارفه ابص لها. طيب ايه تاني؟ فكر ان كل حاجه في حياتك بجد لو بصيت لها تحس ان انت عندك حاجات كتير فعلا اللي هو انا ازاي مش شايفها. طب هي لو راحت مني هعمل ايه؟ طب الناس اللي مش عاجباني في حياتي دي، هي لو مش عاجباني دلوقتي عشان هما مش محققين الحاجات اللي انا عايزاها، طب هما لو مبقوش موجودين خالص هل الحاجات دي هتتحقق ولا هتزيد عليا المتاعب؟ فدي لو غيرنا المنظور اللي بنفكر بيه هنبقى في حته تانية خالص. طيب رابع حاجه، انا نفسي اعد مره في فيديو ما اتلخبطش. يلا نقول ان هي رابع حاجه، مش لازم تكون شاطر في كل حاجه اللي الناس شاطره فيها. مش لازم، مش لازم تبقى شاطر عشان خاطر الناس كلها شاطره في الحته دي لازم ابقى شاطر زيهم، ولو مش شاطر زيهم يبقى انا شخص فاشل. لا، الفشل مش لينا كلنا والنجاح مش مقياس لنا كلنا، كل واحد ليه حته معينه بيعرف بيها النجاح. فلو مش لازم كلنا نبقى شاطرين في الزون دي في الحته دي. انا ممكن اكون شاطر في حاجه انت شاطر في حاجه عشان كلنا نكمل بعض، وانت تكون مختلف وانسان مميز. وعادي جدا، عادي جدا ابقى شاطره في الحاجات كلها اللي الناس كلها بتحكي ان هم شاطرين فيها وبيعرفوا يعملوها، بس انا ممكن يبقى عندي حاجه تانية احسن وبتخليني احسن برضو لما اعملها وبتطلع احسن ما عندي، بس انا مش عايزه ادور عليها. تمام. طيب خامس حاجه وهي ان الحياه مش هتقف عشانك، الحياه اوسع بكتير
وفيها ناس كتير قوي زيك، كله عايز حد يشده. خليك انت شخص اللي تقعد تشد الناس، انت اللي تقعد تتكلم، انت اللي تقعد تشوف اللي حواليك عايزين ايه وتعملوه. مش معنى تعملوا ان هم تحقق لهم كل حاجه اللي هم عايزينها، لا، بس شوف ده لو الشخص ده محتاج حبه اهتمام اديله اهتمام، عشان انت بتديله نوع من انواع اللي هو صديقي فانا بشوفه. تمام. صاحبي ده واقع في مشكله اقف معاه. عارفين لما بندي مساعده للناس بنحس ان احنا تمام، احنا مرتاحين من جوه. مش لازم كل حاجه يبقى لها مقابل، مش لازم كل حاجه بعملها يبقى لها مقابل. في حاجات بيبقى اللي هو يعني لو ساعدت شخص هتبسط، فاهمين؟ ففي حاجات كده لازم نعملها من باب اللي انا مش محتاجه مقابل. مش كل حاجه عايزين نعملها في الحياه نستنى منها اللي هيجي، ونستنى الشخص ده لو ما ردش الحاجه اللي انا عملتها دي انا هقطع علاقتي بيه. ايوه في اشخاص كده فعلا صعبين وكل حاجه، وفي اشخاص مهما تعمل معاهم مش يعني مش هيعملوا اللي انت بتعمله ولا نصه حتى. دي حاجه على جنب، لكن احنا لازم ندي وما نستناش مقابل في اوقات كتير بصراحه. تمام. طيب ممكن ناخد كورسات على الحاجات اللي احنا محتاجينها، ممكن ناخد كورس، ممكن ناخد حاجه نتعلمها من على اليوتيوب، ناخد حاجه مثلا في منصه معينه ننزل. يا ريت يبقى ننزل احسن بصراحه، افضل اي حاجه فيها اننا نتعلمها ننزل عشان نشوف ان في ناس زيي بتتعلم نفس الحاجه، فاحنا اتنين تمام نساعد بعض وهكذا. فكل ما بتحط في وسط ناس محتاجين الحاجه اللي انت بتعملها كلكم بتحاولوا تشجعوا بعض، فده بيبقى احسن برضه لو خدنا كورس او حاجه في مكان معين. مش لازم اخده اونلاين، مش لازم اقعد قاعده في البيت 24 ساعه يا جماعه مش بعمل حاجه. واظن كنت منزله قبل كده فيديو ان يا جماعه ما نقعدش في البيت كتير، عشان بامانه مهاراتنا بتقل ولما ننزل مش قادرين نتعامل مع الناس ونفضل ماسكين الموبايل حتى واحنا قاعدين مع اصحابنا في الاماكن العامه. فارجوك اخرج بره السجن اللي انت دافن نفسك فيه كده ده، وخلاص يا حبيبي انت يعني دور ضحيه لكل الناس، وانت الحياه جت عليك، وانت الحياه كده كده جايه عليك، وده مش بلومك بس هي جت عليك. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ نطلع بقى من الحوار ده، عشان لو ما طلعناش هتفضل انت قاعد بتحط نفسك في حته اصعب من الحته اللي كنت عليها. يعني لو النهارده عندك شويه انك تتبسط، بكره مش هيبقى عندك، بعده مش هيبقى، مفيش اصلا انبساط. بعد كده مش هتبقى ما بتعملش حاجه غير ان انت حزين وكئيب، والناس بتبعد عن الناس الكئيبه والحزينه. والله ما حد مستحمل اصلا ان حد يجي يحكي له على حاجه اساسا. فنكون اشخاص متقبلين اللي حصل لنا ونطلع منه. فاتمنى تجربوا الحاجه اللي قلتها لكم. انا بجد بجد مش بقول اي حاجه وخلاص، ومش مجرد حاجات انا بقولها، لا انا بقول لك ان الحاجات دي متجربه وانا شفتها وسمعتها من ناس، وهي مش مجرد بس كام حاجه بنقولها في فيديو وننزله وخلاص. واشوفكم في فيديو جديد، متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها وطلع نفسك منها او ساعد نفسك انك توصل لها، عشان محدش هيوصلك للحاجه اللي انت عايزها. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.